السلام عليكم، حياكم الله. طبعا الخبز من ضروريات الحياة، ما نقدر ننكر هذا الشيء، وصعب أنه نقول اقطعي الخبز، وقفوا الخبز عشان نظام غذائي سواء إنقاص وزن أو مرض لا سمح الله. فالأفضل أنه نستبدله بخبز يكون صنع منزلي، لكن قبل هذا كله لازم نتأكد من جودة الدقيق أو الطحين اللي راح نستخدمه، سواء بر أو أبيض أو طحين لوز أو طحين أرز. فأنا من 4 سنوات والله ما يدخل بيتي إلا طحين غلة، حتى الطحين الأبيض خلاص ما عاد أسويه. من طحين غلة أسوي الفطاير، الخبز، المعجنات كلها، حتى كيك التمر بدون سكر طبعا. فكل الوصفات أسويها بنفس الطحين هذا، والحمد لله كلها تضبط وتنجح، والله كأني أتعامل مع طحين أبيض خفيف وما يغث. القمحة ناعمة، طحنة صفر، غير مهجن، عضوي، محتفظ بجنين القمح. كل فوائد القمحة موجودة بالبذرة نفسها، ما نشال منها ولا شيء، يعني زي ما خلقها ربي طحنوها. فالله يجزاهم خير على هذا المنتج. طبعا هذا الخبز جدا سهل، بس حطيت فيه طحين، موية، شوي حليب، حبة بيضة، وحطيت شوي رشاد، شوي ملح، وبالعافية.